فارس التونسي الذي شارك في قسم ونصيب 2 وصديق وجدان سعيد الذي كان يصوت لها كثيرا لتفوز بجائزة جوورد بالسعودية. فجأة بلوغ لصديقته وجدان سعيد ولم يصرح أبدا السبب الحقيقي لفعله هذا، بل قال أنها أمور شخصية دون أن يتكلم بالسوء عليها كما فعل سامي السعودي والذي كان معهم في البرنامج وكان من حزب الكرامة الذي كانت فيه وجدان وفارس. فارس طبعا معروف عليه أنه جنتلمان، وكبر في نظري عندما لم يتكلم بالسوء عن وجدان ولم ينسى أنهما كانا صديقان. الله يكون معاها. شلت الفولو لأسباب شخصية وهذا كل شيء، يعني ما عندي ولا مشكل بيني وبين البنت، وبتمنى لها كل التوفيق. وهذا البلوك فاجأ الجميع، لا أحد كان يتوقع أن يلغي فارس متابعته لوجدان التي كانت هي من تلغي متابعتها لأصدقائها وليس العكس. وفارس غير هذا النظام وكان السباق لإلغاء المتابعة، ورغم هذا كله فوجدان لم تتكلم قط عن هذا الموضوع واحترمت قرار فارس الذي كان صادما للجميع. وسبب البلوك هو أن وجدان خالفت العهد الذي كان بينهما، وهو عدم التحدث مع حزب نو كرامة، خصوصا علي الذي صرح في أحد البرامج أنه أحب واحدة في البرنامج ولم يصرح عن اسمها، والكل خمن أنها وجدان لأنه كان واضحا في البرنامج أنه معجب بها رغم علاقته بشاهيناز. أنا صراحة عجبت بوحدة هناك. اي احكي لي. احكي انطلق. اي مو انت رايح على فد شيء ولقيت غير شيء وصار صدق يعني. منو اللي انعجبت؟ ما اقدر اقول لك. لا قول يعني. لا ما أقدر. بس هو صار واحدة من اللي انت حبيتهم بالبرنامج وهيك؟ صار هيك شيء. زين بس ما توفق. طلوع وجدان لايف مع علي والتحدث والضحك معه أثار غضب فارس الذي ربما تكلم معها في الخاص وناقشها في موضوع علي. هذا الأمر لم يعجب وجدان الذي تصرح دائما أنها لا تحب من يفرض عليها أمرا وأنها حرة تفعل ما تريد. وكما يعلم الجميع فإنها تخلت عن داعمتها الأولى باربي بمجرد أنها كانت تفرض عليها آراءها وتريدها أن تبقى مع آدم رغما عنها. لكن الذي لا يعرفه الجميع هو أن وجدان تريد النجاح لأغنيتها الجديدة انهي الجدل، وبما أن أكثر جمهورها من العراق قررت أن تصالح علي والذي كذلك كان قد بارك لها عن أغنيتها انهي الجدل في أحد البرامج. فوجدتها وجدان فرصة للصلح معه، وبالفعل الأغنية بعد تصالحها مع علي وصلت ل1,000,000 مشاهدة. فوجدان تعلم ما تفعله لا في حب ولا بطيخ مع علي، لكن النصيحة التي أريد أن أنصح بها وجدان أن تصالحها مع علي ستخسر جمهور آخر، هو جمهور الذي أحبها مع آدم وفارس وباقي أصدقائها في البرنامج. لذا أقول لها وأتمنى أن تسمع نصيحتي، كما طلعت لايف مع علي تطلع مع آدم ومع فارس لتبرهن للكل أن ليس لديها مشاكل مع أي أحد، وبهذا لن تخسر جمهورها الذي ساندها في البرنامج وخارجه. وأنتم ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ هل تجدون أن وجدان على حق أم فارس هو الذي على حق؟
وهنا حبايبي أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، ولا تنسوا طبعا لايك واشتراك وتعليق وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ومع السلامة حبايبي، إلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة حبايبي، مع السلامة.